طبعا يا اخواتي عارفين اللي حصل الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت ديت الدنيا مقلوبة خالص لحد دلوقتي. على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك الوضع بقى مقلوب جدا. يعني خلينا نشوف اللي حصل الفترة ديت الايام ديت. صراحة الدنيا مقلوبة خالص هنا في مصر، فخلينا نشوف اللي حصل بالظبط. الحكاية ايه، القصة، الحوار بالظبط، نشوف ايه الوضع. نشوف مع بعض الفيديو ده، خلينا نشوف ايه اللي حصل بالظبط، نشوف القصة والحكاية كلنا مع بعض. خلينا نشوف. هي ياسمين فين محمود؟ فين محمود اللي انت بتقول عليه؟ انا ماليش محمود، فين محمود؟ بعدين بتقول لك اهلا بكم في غرزة ميس ياسمين اللي بتخلي الحجر يلين. الله الله عليك يا ميس ياسمين محمود. طول عمري انا رقم واحد. طب ازاي؟ لا بجد بجد ازاي؟ انتوا ازاي عايزين تقنعوني ان دي هو ده؟ ده هو ده؟ بالعقل، احنا بالعقل يا جماعه نفهم مع بعض. ازاي محمود اللي هو ده هو ياسمين اللي هي دي؟ يا جماعه مش تجننوني بجد والله العظيم، يعني انا مش مقتنع. انا مصدق بس انا مش ازاي؟ طول عمري انا رقم واحد. سبت لكم باقي الارقام، ان جيت للحق يا كابتن كلها من اخوك بتنشن. ده في ناس في الحاجه تسمع سيرتك تتعلم. بقى كل مشاغلهم، بقى كل مساويهم، بقى كل مساويهم. طول عمري انا رقم واحد. في حاجه غلط، في حاجه غلط بجد والله. اسكت والله العظيم في حاجه غلط في ياسمين. هو محمود بس يعني في حاجات تدل ان هو مش محمود، يعني في حاجات بتدل ان هو ياسمين. يعني انتوا فاهمين حاجه؟ ده هو ده؟ حد فاهم حاجه؟ زي نشوف فيديو تاني. انت مو شايفه فرق السن اللي ما بينكم؟ انا ماشي كاني مغمي عليا خلاص مش شايف غير ان انسى عملت كاني عملتها بالسنين. وبحبك ايوه بحبك، كلمه نقولها لنخبيها. الموضوع في حاجه غلط. يعني انت مقتنع؟ يعني انت كمشاهد دلوقتي بذمتك، او انت كمشاهد دلوقتي بذمتك مقتنع؟ انت مقتنع ان ده محمود؟ لو انت مقتنع ان ده محمود يبقى انا في حاجه غلط. يعني منين يودي على فين؟ منين ده محمود؟ منين بجد؟ في حاجات يا جماعه بتدل ان هو الله يخرب بيت ابوك اسكت يا جماعه. انا مش عايز اوضح بس في حاجات فعلا والله العظيم بتبين ان ده مش محمود. يعني دي ياسمين فعلا. يعني في حاجه غلط. انا ماشي كاني مغمي. هي دي علامات يوم القيامه يا جماعه. انا مش عارف يا جماعه ليه اغلبيه اللي اسمهم ياسمين على السوشيال ميديا بيبقى فيهم حاجات غلط. يعني عندك البيج ياسمين كانت بنت خلت نفسها راجل، عندك محمود كان راجل خلى نفسه ياسمين بنت. يا اختي ده هو ده؟ بفتح الفريزر والبيت كله نايم. الاقي غرام لو اقول لك كيس العيش كيس الطماطم. حصل والله العظيم حصل، ولسه حاصله معايا امبارح. بس بقى ايه، ما حصلتش معايا في كيس طماطم ولا كيس عيش، حصلت معايا بقى في ازازه ميه متلجه، اقسم بالله متلجه. جيت افتح الفريزر نزلت على صباعي خلتني اصوت. وزارة الأموال العامة بتتهم شاكر إن هو غسل 100 مليون جنيه، إن هو كان بيشتري بالفلوس دي عربيات وشقق عشان يبان إن الموضوع قانون. فكده شاكر غسل 100 مليون، سوزي الأردنية 15 مليون، ومداهم 65 مليون. يعني على أرقام. شاكر غسل 100 مليون جنيه ما شاء الله، مداهم 65 مليون جنيه ما شاء الله، سوزي 15 مليون جنيه. واحنا رايح فين أقسم بالله العظيم، يعني بيغسل وشه بالعافية. سعداني مدير أعمال شاكر وصاحبه خد إخلاء سبيل. مونلي قال النهارده في التحقيقات انا ما قدمتش فيديوهات خادشه للحياه، انا كنت بعمل فيديوهات عاديه. قال اغلب الوقت كنا بنرقص بس. تحفظ على اموال ام ساجده وام مكه. حسناء شعبان خدت اخلاء سبيل بكفاله 5000 جنيه. لوليتا كمان خدت اخلاء سبيل بكفاله 20000 جنيه. وبوبا اللدغه اتحالت للمحاكمه لاتهامها بنشر فيديوهات خادشه للحياه. اتقبض على الشخص ده اللي عمل فيديو وقال ان في فنانه مشهوره اخذت كليته بمساعده بلوجر مشهوره برضه. بعيدا يا جماعه عن كل الاخبار اللي هي قالتها دي، بس انا بحس البنت دي يعني مع احترامي الكامل ليها والله بحسها شبه الراجل اللي هو بيقول لك ايه، شفت مش عارف العسل لمين؟ ما شفتش، تعال. شفت القبض على مونلي؟ ما شفتش، تعال. انا بحس ان الاثنين شبه بعض، المفروض يجوزوهم لبعض والله. صاحبتك الانتيم اللي مش بتحب تخرج مع حد غيرك. خارجين انا وانت بس صح؟ لا يا حبيبتي اعرفك على ناس بس صحابي كده معايا في الشغل. ناس مين؟ ايه اسراء بجد صحابي عادي. انا ما اعرفهمش. ليه تعالي بس اهي مريم جت. انت صاحبتي انت بتاعتي انا بس. البنت داخله هنا. ايه يا مريم؟ انا عندي احساس بالله انا هخرج معاك انت. بس اتكلمي كويس صوت الناس. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا مريم؟ يا مريم يا اسراء. ازيك عامله ايه؟ طب معلش ثانيه واحده بس يا مريم. ايه القرف ده؟
اعرفك على الناس انا مش عايز اقعد مع الناس دي. محمود دي اسراء صاحبتي، اسراء محمود صاحبي. عامله ايه اسراء؟ ازيك؟ الحمد لله. انت تعرفني؟ انت تعرفني؟ معلش انا مخطوبه ها؟ معلش يا محمود ثانيه واحده. في ايه بنت الكلب؟ تعالى معلش ثانيه واحده يا محمود. اسراء الطرحه دي جميله جدا، جايبها منين؟ الله اكبر. 5 وخميس. ليه يا حبيبتي بتسالني على الطرحه؟ عادي. ايه عجباك يا حبيبتي؟ ليه بتساليني على اسمعني انا؟ في ناس كتير اصلا في القعده. معلش يا رنا ثانيه واحده. في ايه بتكلمي الناس كده؟ لا البت دي عينيها مني. يا بنت عينيها منك ايه؟ بتحكد عليا. لا عادي. بتسالك على الطرحه قولي لها جايبها انا مش عايز اقعد في القعده دي يا ستي. بتكسفي. نخرج انا وانت بس بعد كده. معلش يا جماعه انا اسف جدا صاحبتي. الطرحه دي جايبها مني. معلش بس معلش يا رنا ثانيه واحده. تعالي. كنت داخلين حمام. انت مقرفه بقيت. والله العظيم يا جماعه القعده معاكم حلوه جدا. انا مبسوط أنا والله عايز العظيم. في ايه؟ عايز اروح. القعده دي مش عجباني. بجيب لك قعده حلوه. القعده عيب. كلها اسهال وكلها اصلا. معلش يا جماعه بس هي صاحبتي كده بتحب تهزر كتير. على فكره انا مخطوبه ها. لا هو ملوش دعوه بيجي مخطوبه ولا مش مخطوبه. بجد الاثنين دول عاملين دويتات مع بعض، يعني يخلوك لو انت مكتئب. بالمناسبه يا جماعه انا مكتئب اصلا. يخلوك لو انت مكتئب حرفيا تموت من الضحك. خلق القطط اليومين دول. ايه ده؟ هو ايه ده بجد؟ ايه ده يا جدعان؟ اهدى صاوي. لا يا جماعه التيك توك بقى غريب، يعني خلينا متفقين بصراحه ان من ساعه ما نص التيك توك اتقبض عليه واحنا بقينا نشوف حاجات غريبه على التيك توك. اهو يا لهوي ايه القمر ده؟ يا لهوي وايه القمر ده؟ انت اعمى يا اسطى. انت اعمى يا اسطى بجد يعني. ده يا مراري وايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده؟ ايه العسل ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشفايف دي؟ ايه الحواجب دي؟ ايه العبط ده؟ ايه العبث ده؟ ايه العمى ده؟ انت يا اسطى مش بتشوف يا اسطى؟ انت اعمى يا اسطى يعني. فين الحلاوه؟ فين الحلاوه بوشها اللي شبه فرده الكاوتش دي؟ يعني قال لهم لا تنور. يعني قال لهم لا تنور. انا مش بتنمر بس هو بيقول حاجات غريبه يا جدعان. هو انت حلوه كده؟ يا خرابي انا حاسس ان انا هيغمى عليا. طب ما لازم يغمى عليك. انا حرفيا لو شفتها هقع من طولي كده وهيدخلوني انعاش على طول. مش هقوم تاني. مش هقوم تاني بجد من الرعب. يا عينيا يا لهوي ده انت عليك ماشيه. عسل عسل. انت بتتقل ولا ايه يا جميل؟ ما تعبرنا. ها ايه ده انت مفيش خالص. مفيش حاجه جايه معاك. ما تحن علينا يا بت. ده انا اتقدمت لك 7 مرات وعماله ترفضيني. على فكره والله العظيم انا عاجبك قوي. بصي وانا والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزاه بس وافقي. بس وافقي يا حلويات. هو في ايه؟ هي الحلويات دي بقى مش تعرف تمشي بقى لوحديها؟ هو في ايه؟ هو الحياة دي مش تعرف تمشي. هو في ايه يا علي؟ في ايه؟ في يا حلويات. انت بتتقلي عليا ليه كده؟ هو انت عشان حلوه يعني ومفيش حد في جمالك في المنطقه بتتقلي قوي كده؟ والله هتقلك بالذهب. بس وافقي بس يا حلويات. انا عارف ان انت قمر واي حد يتمناكي. انا لما بشوفك والله قلبي ده بيطلع من جوه ويمشي على بره. ما هو لازم يطلع من جوه يعني. انا لو شفتها او اي حد لو شافها قلبه ده هيقف مره واحده. هيموت من الرعب. حني بقى يا حلويات بقى. انا اتجوزك انت؟ لا يا حبيبي اصل انت مش فتى احلامي. فتى احلامي واحد كده لازم يكون طول بعرض عينه خضرة. لكن انت سوري يعني شبه البورس الجعان. اما هو شبه البورس الجعان. انت شبه ايه؟ شبه السحليه يا وليه. يعني هو اللي ايه ده؟ ايه ده؟ روح بقى يا علي بقى من هنا عشان ما اجيبلكش اخويا. اتجوزيني. ولو بصي انا ممكن اعمل لك قرد في البيت بس وافقي بقى. وافقي بقى يا حلويات. انا بحلم باليوم اللي تبقي معايا فيه. والله العظيم. يا لهوي على جمالك يا بنت. ايه يا بنت ده؟ شفايفك ايه ده؟ ولا يا خراب على جمالك. سبحان الله. جمالها يرد الروح اللي خلقها. يعني جمالها كده يخلي الروح كده تطلع وتموت. روح بقى يا علي بقى من هنا عشان ما اجيبلكش اخويا. والله حمار خدودك. انا مش عارف انت حلوه كده ازاي طالعه لمين. يا لهوي. انا يوم ما اتجوز يا حبيبي أيوة. هتجوز واحد احلى من مهند. امال احلى مثلا من احمد عز. امال احلى مثلا من كريم عبد العزيز. ايوه. لكن انا هتجوزك انت. بتحلم يا علي. ماشي
انا همشي، بس افتكر ان انا هموت عليك. فكر عشان مفيش حد هيحبك قدي. ماشي يا جميل، انا ماشي. ها انا ماشي. بقول لك ايه يا ولا يا شبه المتحرشين، انت لم نفسك عشان لو جبت اخويا هيعرفك مقامك كويس، فاحسن لك تمشي يا علي من قدامي. امشي ياما ياما ياما. ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ ايه الحركه الاخيره اللي عملتها دي؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه الرعب الالكتروني اللي انا بتعرض له ده؟ امشي امشي. تطورات كبيره جدا في قضيه حبس مشاهير السوشيال ميديا. خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه، كفايه كفايه اخبار الحبس. انا تعبت من اخبار الحبس دي يعني. محتوى بقى لحد كده يا جماعه. بالظبط ده اللي حصل. هو شفتوا الفيديو، فطبعا كده يا اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم على خير باخبار جديدة وقصة جديدة من قصص التيك توكر. بس اشوفكم على خير.